بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله رجعنا بوصفة جديدة. هنعمل مع بعض المهلبية الطبقات، طبقة بالكاسترد وطبقة بالشوكولاتة وطبقة بالكريمة البيضاء العادية. ازاي هنركبهم مع بعض؟ تابعونا لاخر الحلقة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا اول حاجة حل على النار، وبننزل عليهم بكيلو ونص من اللبن او الحليب. كيلو ونص من الحليب على النار على طول. بنسيبهم طبعا يغلوا على النار. في اثناء ما هما بيغلوا بنكون بنجهز مع بعض النشا. بنجيب نص كوباية مية وبننزل عليهم ب5 معالق كبار من النشا. 5 معالق كبار من النشا. ادي المية هي، او كوباية مية او نص كوباية مية على حسب ما عايزين السمك بتاعها. طبعا انا حاطط كوباية مية. بننزل عليهم ب5 معالق كبار من النشا وبندوبهم مع المية. وطبعا بنكون جاهزين للنار او اللبن يسخن. بننزل عليهم بالنشا. بس قبل ما ننزل بالنشا بننزل بكوباية من السكر، كوباية سكر على اللبن قبل ما يغلي. وندوب السكر في اللبن. وبننزل برضو في الوقت ده كمان بظرفين من الفانيليا او 3 فانيليا. وعلى طول اول ما اللبن يبدأ يخش في مرحلة الغليان بننزل عليهم ب5 معالق كبار من النشا المذابة في الماء. ونقلب على طول والنار شغالة. واول ما نقلب طبعا النشا مع اللبن هيعمل عملية رابط واللبن هيربط على طول. يبقى تاني قلنا ايه يا جماعة؟ قلنا كيلو ونص لبن عليهم 5 معالق كبار من النشا مذابين في كوباية مية، في 3 ظرف فانيليا او 2 ظرف فانيليا، وكوباية من السكر. دي كله على النار اهوت وبيربط. طبعا الحلة اللي قدامنا دي يا جماعة هنقسمها على حلتين كمان. هيكون معانا 3 حلل على النار. حلة هتكون كريمة بيضة اللي هي الموجودة دي دلوقتي، وحلة التانية هندوب فيها الكاسترد، وحلة تانية نعمل فيها الشوكولاتة. تابعونا كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. يبقى دي اول حلة على النار. دي الحلة لسه هنقسمها على حلتين كمان، اللي هي ديت الكريمة البيضة هنقسمها كمان على حلتين. بنسيبها لغاية لما تربط مع بعض. وعلى النار على عين تانية بنجيب كوباية من المية. وادي الكاسترد، دي كاسترد فراولة. بنحط معلقتين كبار من الكاسترد، كاسترد فراولة. اللي حابب يحط كاسترد اي لون تاني، في كاسترد مشمش او كاسترد اناناس او مانجا، مفيش اي مشكلة. احنا كان معانا كاسترد فراولة. حطينا كوباية من على النار ونزلنا عليهم بمعلقتين كبار من الكاسترد. وعلى طول بندوب الكاسترد في المية. ادي المية على النار دلوقتي، والكاسترد اهوت بنقلب النار فيه. بنقلب الكاسترد اللي هما معلقتين كبار على كوباية مية على النار. طبعا عملية الربط اللي هتحصل ان احنا هننزل عليهم بمزيج من المهلبية البيضة اللي احنا عاملينها في الاول. احنا طبعا عملنا حلة المهلبية البيضة اللي احنا قلناها هنقسمها، قلنا على حلتين. هنحط اول جزء في من الحلة في على الكاستر ده عشان طبعا يربط معانا. ادي اهوت، ادي الكريمة البيضة اللي قلنا عليها او المهلبية البيضة. هننزل بكوباية ونص على الكاستر ده. ادي كوباية، يعتبر كوباية كده، وكمان نص كمان على الكاسترد المذاب في الماء. وهنجيب كمان حلة هنحط او هننزل فيها كمان كوباية ونص من الكريمة البيضة. يبقى كده معانا 3 حلل همت. حلة حطينا فيها الكاسترد وحطينا تلت الكمية من الكريمة البيضة، وحلة التانية هنحط التلت التاني وهتبقى التلت التالت. يبقى قسمنا الخليط على 3 أتلات كده. ادي اول ادي الخليط اللي هو الكاسترد بنقلبه على النار على طول. هيمسك عملية ربط عشان طبعا اللي نزلنا عليهم بالكريمة البيضة، والكريمة البيضة طبعا كان فيها نشا، والكاستر طبعا يا جماعة بيكون فيه نسبة نشا، فعلى طول على النار هيبدأ يربط معانا.
طبعا الكاستر لازم على النار يغلي كويس، عشان طبعا ما لو قعد فترة ولا حاجة ما ينزلش مية. فمعلومة ان الكاستر لازم يغلي ويطلع فقاقيع كده شوية، ما نطفيش عليه النار على طول. وكده الكاستر خلص. نيجي على الحلة التانية اللي هي حطينا فيها كريمة بيضة او مهلبية بيضة، بننزل عليها بمعلقة كبيرة من الكاكاو الخام، كاكاو خام، وبنقلب على طول. وادي منظر الكاكاو اهوت. وطبعا هيعمل عملية ربط على النار، وادي هيربط معانا على طول، عشان طبعا الكريمة البيضة كانت واخدة نشا وسكر وفانيليا، يعني ايه هي تربط لوحدها. ادي على النار اهوت. نسيبه شوية برضو عشان طعم الكاكاو يروح. يدوب تقلبتين كده على النار، يقلب قلبتين ويمسك ويكون كده ايه جاهز ان احنا ايه نعبيه. وطبعا الحلة التالتة اللي هي اصلا اللي هي الكريمة البيضة. يبقى كده معايا 3 الوان، لون احمر، ولون اللي هو الشوكولاتة، اللي هو قلنا خدنا خليط من الكريمة البيضة او المهلبية البيضة هيت، وحطيناها على حطينا عليها كاكاو. وادي الكريمة البيضة ورا هيت. يبقى ادي التلات الوان اللي احنا معانا همت، كريمة بيضة هيت، وادي الكاسترد، وادي الشوكولاتة. وعلى طول بقى ايه هنركبهم على بعض. طبعا ايه بنسيبهم ايه وهم سخنين على طول، نبدأ ايه نغرف على طول وهم سخنين، عشان طبعا لو فضلوا في الحلة او بقوا في الحلة طبعا ايه بيتجمدوا. فطبعا وهم سخنين كده بنبدأ نجيب طبق، وبنبدأ نحط او ننزل اول جزء من الخليط. بننزل باول حاجة بالشوكولاتة كده، بنقسم الطبق ل3 أتلات. حطينا اول تلت من كريمة الشوكولاتة، وتاني طبقة هتكون من الكاسترد، وتالت طبقة طبعا بتكون من الكريمة البيضة. وعلى طول طبعا بنسيبها تبرد ونشوف هنعمل فيها ايه. يبقى ادي الكاسترد، وادي في الاخر بنحط الكريمة البيضة. يبقى كده قسمنا الطبق الى 3 أتلات، تلت من الكريمة بالشوكولاتة، وتلت من الكريمة بالكاسترد، وتلت من الكريمة البيضة. وطبعا بنسيبهم يبردوا وندخلهم التلاجة او يبردوا خالص بره كده، وبعد كده نشوف لا اما نقلبهم او نحط عليهم مكسرات. ممكن نحط في تحت او الطبقة الاولى بننزل بالكاسترد، وبعد كده بنحط شوكولاتة، وبعد كده في الطبقة الاخيرة بنحط كريمة. دي كلها طبعا افكار نعملها الوان كده. طبعا الالوان ديت جميلة، و يعني بنحاول ان احنا نخرج عن الحاجة التقليدية اللي احنا عارفينها، المهلبية البيضة. يعني ممكن من المهلبية البيضة نعمل منها اشكال هيت، والطبق نفسه بيكون فيه الوان، واحنا عارفين الاولاد بيحبوا الالوان. بدل ما الكريمة البيضة او اي لون، بس نحن بنعمل 3 الوان في الطبق، فبتكون طبعا جميلة وشكلها جميل، غير طبعا طعمها بيكون تحفة كمان. وادي الطبق حطينا فيه الكريمة البيضة من فوق، وفي النص الكريمة الشوكولاتة، وتحت الكاسترد، والعكس طبعا اهيت. دي طبق حطينا فيه على طول مكسرات من فوق اهوت. ممكن نحط مكسرات زي كده ونسيبه يبرد ويتاكل في الطبق عادي. مكسرات طبعا معايا سوداني مطحون، وزبيب، وجوز الهند. وادي الطبقات ظاهرة هي طبقة من الكريمة، 3 طبقات ظاهرين همت. او ممكن نجيب الطبق اللي هو بعد ما يدخل التلاجة شوية او بعد ما يبرد خالص، ونبدأ نقلبه على الطبق اهوت. بنهزه هزة بس كده، وادي يفصل على طول، وبنطلع الكريمة. بتكون ادي شكل الكريمة هي، تكون طعمها تحفة وجميلة. يا رب دي حلقة بسيطة كده وحلقة جميلة. قلنا في الجو السخن او الجو الحر ده بناكل حاجة تكون طرية كده، عاملة زي المهلبية او عاملة زي اللي هي الايس كريم، بتكون طعمها جميل طبعا. بتطر علينا والجو لما يكون حر. دي كانت حلقة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. يا ريت اللي شاف الفيديو وما اشتركش يشترك في القناة ولايك